الحكومة تفشل في إدخال تمر الزهدي ضمن مفردات البطاقة التموينية. مشادة كلامية حادة بين فرياد راوندوزي وباقر الزبيدي بسبب النشيد الوطني العراقي. وزير العدل يطلب مليار دينار لنقل السجناء من الكاظمية إلى الناصرية. لا تنسوا الاشتراك بهذه الأيام، أغلقها الفاسدون فعادت أقوى بدعمكم. السلام عليكم. فلاح زيدان وزير الزراعة بوحدة من اجتماعات مجلس الوزراء، واحد من اجتماعات مجلس الوزراء ايش طلب؟ قال احنا مستعدين ندخل تمر الزهدي. ايش قد الزهدي بالعراق موجود، وارخص انواع التمر واسوأ انواع التمر عند العراقيين الزهدي. بعد مناقشات واخذ وعطاء وتجاذبات فشلوا الجماعة في ادخال تمر الزهدي ضمن الحصة التموينية. يعني ماكو اكثر من الزهدي. الزهدي متوفر جدا ورخيص، حتى هاي ما رهمت. اجت أمينة بغداد قالت لهم أنا جاية أستغيث، صاير تزوير بتوزيع الأراضي السكنية وبيعها، بحيث بعض قطع الأراضي باعت 3 مرات وانبنت عليها بيوت طلع البيع مزور. طرحتها أمام مجلس الوزراء، هذا الكلام بال 2015 و16، بس القضية تفاقمت وراها ما انحلت. نسمع بالمحاكم بيت مبيوع 2 و3 مرات والبيع مزور والبيع مو صحيح والناس دفعت فلوس وراحت فلوسها، وكارثة. العبادي في جلسة 2/5/2017 ايش قال؟ قال السعودية طلبت فتح منفذ حدودي مع العراق، لكن اللي يقول المشكلة ان العصابات هي التي تتحكم بالمنافذ الحدودية. بمعنى يريد يقول حتى اذا فتحنا منفذ حدودي ما له تأثير، لانهم العصابات تتحكم بالمنافذ الحدودية. يعني رئيس وزراء، رئيس حكومة، القائد العام للقوات المسلحة، اعلى سلطة تنفيذية بالبلد، يقول العصابات تتحكم بالمنافذ الحدودية وايرادات المنافذ الحدودية تروح للعصابات. زين، وين نروح؟ وين نروح؟ إذا رئيس الوزراء هيك يقول إلى الماء يسعى من يغص بلقمة، إلى أين يسعى من يغص بماء؟ إذا رئيس الوزراء القائد العام الرجل الأول بالحكومة يقول المنافذ الحدودية تتحكم بها العصابات، طبعا واضحة العصابات ايش يقصد بها، ما يجرأ يقول اسمها الحقيقي. فماكو ما يقول ما نقدر، ماكو فائدة أن نفتح منفذ مع السعودية. واحدة من الجلسات يقول رئيس الوزراء كلف روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء يدير الجلسة، فاجى يدير الجلسة واحد من الوزراء الشيعة قال له احنا أولى بإدارة الجلسة، نحن أولى، هي جلسة تديروها، يعني هذا نائب رئيس الوزراء طلع رئيس الوزراء كلفه، فهذا الوزير الشيعي قال له احنا أولى، يعني احنا الشيعة. فايش قال له نوري شاويس؟ إن كان الرئيس قد أوصاك بذلك سأخرج وأترك الجلسة. جاوبه الوزير والله لم يكلفني أحد بهذا الكلام، كنت أمزح. قال له هذا المكان ليس للمزاح. هو ما يمزح طبعا، هذا الوزير قالها ما يمزح، الوزير قالها يقصدها بلغة المزح، الجد تحت غطاء المزح. جس نبض يقول شنو رد الفعل؟ إذا شاف رد الفعل معقول يستمر، وإذا واحد الصدالة يسكت حتى على الجلسة. ولذلك أحد السفراء قال لي، ما أريد أقول اسمه، قال لي الدول دائمة العضوية، الدول ال5 دائمة العضوية، فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة، أكو عرف بالدبلوماسية العراقية موزعيهم السفراء بهاي الدول 3 شيعة 1 سني 1 كرد، حتى بهاي ما بيها زعل، لا حد يزعل من الخارجية ومن الله، هذا هو سفير وكان يشغل موقع مهم، يقول موزعيها احنا، فحتى الجلسة ما يتحملوها، يقول هاي احنا اولى بها، احنا نديرها. يطيب رئيس وزراءكم شيعي، هسه طلع على 2 ساعة خلي يديرها كردي، وين المشكلة يعني؟
وزير العدل حيدر الزاملي طلب تخصيص مبالغ مالية لإصلاح سجن الكاظمية. لهنا ما بيهش، بس طلب مليار دينار لنقل السجناء من سجن الكاظمية إلى سجن الناصرية مؤقت. شنو مليار؟ هم كم سجين كم سيارة راح تروح حتى مليار دينار؟ مليار دينار حتى ينقل بها السجناء من سجن الناصرية سجن الكاظمية إلى سجن الناصرية. أنا ما أعرف عدد السجناء، ولا أعرف عدد السيارات المطلوبة، ولا أعرف عدد الحمايات المطلوبة، بس 1000 مليون دينار يعني ما معقول في جميع الأحوال، ما معقول. يقول تقرر شطب مادة الحليب المخزونة في مخازن القرمة، المخازن التابعة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية. ليش شطبها؟ شطب مادة الحليب ليش؟ لأنها قد تعرضت للتلف بسبب القوارض. الفئران دخلت إلى المخازن وأفسدت الحليب. زين، غير يسوون تحقيق؟ من المقصر؟ منو فتح الطريق للقوارض تدخل بالمخازن الحليب؟ هذا الحليب بلاش أو بفلوس؟ شلون يعني؟ يعني كارثة. اللي يقول الأمين العام لمجلس الوزراء طلب في إحدى الجلسات عام 2015 10 مليارات دينار عراقي لاستئناف العمل في المبنى الخاص بالأمانة العامة اللي هو قرب السفارة الأمريكية. طلب 10 مليارات دينار. المؤلف شي علق عبد الله العلياوي يقول لدى استفساره عن المبنى، يبدو عبد الله العلياوي من طالع سائل هذا المبنى وين وصل. لدى استفساره عن المبنى ونسب البناء فيه تبين انه تم بناء الملجأ فقط، وقد تسربت اليه المياه بما يتطلب افراغه منها. يعني هذا المبنى البانين منه بس الملجأ، والملجأ طاب للماء، والمي يحتاج الى مبالغ حتى يفرغ من الملجأ، من هذا الملجأ. يقول والعمل استؤنف بالملجأ في نهاية شهر أيار 2021. يقول في 7 إلى 8 حزيران 2015 العبادي راح مع وفد كبير لحضور مؤتمر الدول الصناعية في مدينة ميونخ الألمانية، وعند عودته أوجز الوزراء ببعض القضايا المهمة، من بينها أن الرئيس الأمريكي أوباما شكر العراق لسماحه باستخدام أجوائه بالهجوم على أبو سياف التونسي. العراق سمح للطائرات الأمريكية باستخدام أجوائه إلى سوريا لتحمل قوة أمريكية لمحاصرة أبو سياف التونسي يوم 15 و16 مايو 2015، وقد تم قتل أبو سياف واعتقال زوجته أم سعيد، والحصول على حواسيب كمبيوترات بها معلومات مهمة عن الدواعش. وشي يقول له أوباما؟ شوفوا هاي الجملة المهمة، يقول له 75% من الأمريكان يؤيدون سياستي إزاء العراق. ليش هم أكو 75% من الأمريكان يهتمون العراق ويعرفون العراق ومتابعين أمور العراق، حتى 75% من الأمريكان يؤيدون سياسة أوباما تجاه العراق؟ أوباما سياسة تجاه العراق شنو هي؟ التخلص من المستنقع العراقي، ركن ملف العراق جانبا، هاي سياسته كانت. فإذا الأمريكان أيدوا في التخلص من التكاليف الباهظة التي ترتبت على غزو العراق بقيادة جورج بوش. من الأشياء المهمة يقول العبادي يقول قبل 4 أيام دخلت طائرتان سعوديتان لأجواء العراقية شمال غرب النخيل، سألنا الأمريكان قالوا والله ما ندري. الأمريكان ما يدرون أكو طيارتين سعودية دخلت بالعراق وراحت شمال غرب النخيل. يقول والأتراك أيضا يخترقون أجواء العراق. قرت عينكم وقاعدين مجلس الوزراء تناقشون كم طيارة اخترقت الأجواء، بس ما تناقشون
شلون تصدون لي هاي الطيارات؟ يعني مرات والله اكو اشياء حتى التعليق عليها صعب. يقول الجعفري، ابراهيم الجعفري كان وزير خارجية، يقول انزعج من الاجتماعات المطولة لمجلس الوزراء. ليش الاجتماعات مطولة؟ هم يقولون، يقول لي العبادي ما يشوف وزراءه خلال فترة الأسبوع، يعني الاجتماع مثلا كل ثلاثة يصير، من الثلاثة للثلاثة العبادي ما يشوف وزراء حتى يناقشوهم ملفات، يحل بعض الإشكاليات، بعض المتطلبات عندهم، وين نشوفهم؟ شوفهم بالاجتماع. ولذلك قال لك من يجي العبادي كلها تركض عليها شايله ملفاتها وتناقش ادق الاشياء وابسطها واصغرها بالاجتماع. فالجعفري يقول وكان محقا. عبد الله العلياوي يقول كان محقا الجعفري في ملاحظاته هذه. ايش قايل؟ قال للجعفري اولا علينا ان نقلل ساعات الاجتماع، وعلى رئيس الوزراء ان يلتقي بوزرائه ويناقش معهم بعض الملفات قبل الاجتماع. اثنين، على رئيس الوزراء أن يكف عن الأحاديث الجانبية مع نائبه بهاء الأعرجي. بين العبادي والأعرجي تاركين مجلس الوزراء ويسولفون وحدهم. والجعفري لاقفها لها القضية. قال عليك أن تكف من أحاديثك الجانبية. قاعد يضحكون يسولفون هو بهاء تاركين الوزراء وحدهم. يقول عبادي إذا قضية تطرح ما يريد يمشيها ما تعجبه يظل يلعب تليفونه. يقول ولذلك كان الجعفري محقق. وزير الداخلية محمد الغبان يقول عدد منتسبي الشرطة بالموصل صلاح الدين والأنبار 60,000. بعد دخول داعش وعودة هذه المدن معظم هؤلاء لم يعودوا، ما رجعوا، واحنا بدنا نصرف لهم رواتب. شلون؟ طبعا ما حد يجرأ يقول قطع رواتبهم. سلمان الجميلي يقول قطع الرواتب معناها نبعث برسالة سيئة إلى أبناء تلك المناطق. الغبان قال أنا ما قلت أقطع رواتبهم، بس شوفوا لنا حل نلقي بديل لهم. هذا البديل من جبه نعطيهم رواتب وهم يستلمون برواتبهم. شلون؟ مرتبك، الدولة مرتبكة تماما مرتبكة. يقول قدمت وزارة الثقافة قصيدة للشاعر بدر شاكر السياب لتكون نشيد وطني. قدم يعني هذا مقترح. وطلبت فرياض راوندوزي يعني إقرار النشيد الوطني، وزير الثقافة كان، وقال يعني كانت تقدم المفروض قصيدة للجواهري ولكن لم يتم الاتفاق. وقال النشيد الوطني هناك مقترح بأن يتضمن بالسطر الأخير منه جميع اللغات المتداولة، يقصد الكردية والعربية متداولة بالنشيد الوطني، يدون يدخلوها بالنشيد. فرئيس الوزراء قال هذا مو وقت الموضوع، أرجوك أجلوه. عباس الساعدي مدير عام القانونية في مجلس الوزراء قال عائلة الشاعر إبراهيم طوقان صاحب قصيدة موطني أقامت دعوة ضد العراق لأننا استخدمنا قصيدة والدها دون أن نعطي الورثة الحقوق. فراوندوز قال ما من حقها لأنه الشاعر من يموت يصير شعره ومنتج الشعري ملك للعامة. هذا طبعا من الجانب القانوني خطأ مو صحيح. فصار يعني كلام بهذا الاتجاه. تدخل باقر الزبيدي. باقر الزبيدي وزير النقل قاعد بدون أن يستأذن من رئيس الجلسة. ايش قال وهو يضحك، قال ساخرا ونضيف كلمات شبكية ويزيدية، وضحك ساخرا. فانفجر راوندوزي قائلا يجب أن تحترم آداب الكلام. هذا الاجتماع يجب أن تحترم آداب الكلام في هذا الاجتماع. أنا لم أخاطبك ولم أوجه الكلام لك، وإنما لرئيس الوزراء، ولن أسمح لك بمقاطعتي في المستقبل. ثم خاطب رئيس الوزراء يجب عليك أن لا تسمح لباقر الزبيدي أن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة دون استئذان. ترى هذا مو مجلس وزراء. شنو بحيبس يلعبون؟ وزير الشاجر وزير، وهذا الوزير ما يسمع هذا الوزير، وعلى النشيد الوطني اللي هو ما قريته بعد تتعاركون. يعني مهزلة. والجعفر يقول العبادي وبهاء الأعرجي يسولفون وحدهم. يعني كارثة.
اكو شيء موضوع اخر يتعلق بشركه زين. يقول العلياوي، يقول مجلس الوزراء ناقشوا ضرائب ورسوم مترتبه في ذمه شركه زين الكويتيه قدرها 300 مليون دولار. العبادي قال جتني رسالتين من شركه زين يطلبون دفع يعني تخفيض المبلغ الى 40 مليون دولار، من 300 مليون دولار الى 40 مليون دولار. العبادي قال يعني جتني رساله شو نسوي؟ فاضل النبي وكيل وزاره الماليه ايش قال؟ ان من مصلحتنا ان نقبل ب 40 مليون، ذلك نظرا لموقف الكويت الممتاز ازاء العراق. اوكي. وايد رئيس الوزراء المقترح. يعني يتنازلون عن ايش قد؟ يتنازلون عن 260 مليون دولار، ربع مليار. لكن عندما عرض المقترح على الوزراء رفض بالأغلبية، وتسجل للوزراء مواقف مهمة وتسجل لهم شجاعة في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.